السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معكم عبد الرحمن من قناه دحوم، جيتكم فيديو جديد. هل قد سمعتوا من قبل بعسل المهلوس؟ ايوه، عسل المهلوس. هذا عسل المهلوس اذا طعمت منه جرعه كبيره بس على طول تودع الملاعب وتموت. واوحى ربك الى النحل ان اتخذي من الجبال بيوتا. يوجد العسل المهلوس في اعلى جبال الهمليه في النيبال، وتقريبا في الهند والصين كمان، ويعتبر اخطر عسل في العالم واغلى عسل في العالم. طيب ايش السبب اللي خلاه اخطر عسل في العالم؟ لان النحل بتاخذ رحيق وردة الردندرة، هي اللي بتخلي الانسان يهلوس عن طريق العسل والنحل، ولكن مش بتخلي الانسان يهلوس وبس، لا وكمان فيها مخاطر للعسل بتقتل الانسان. خطورة العسل هو اذا اكل الانسان جرعة كبيرة من العسل بيصيب الانسان تشنج بالجسم وتسمم واحمرار بالجلد والعين، واحيانا ما تقدر تشوف الى فترة محدودة. واما من الجانب الثاني اللي هو فوائد العسل المهلوس، هو الاستشفاء من الامراض سريعا مثل امراض الزكام والفلونزا والتهابات المعدة والشيعة الهوائية والبلعوم، وتخفيض نسبة الكوليسترول وتنظيم عمل الجهاز الهضمي. خلونا ننتقل للجانب التسويقي للعسل المهلوس. يعتبر العسل المهلوس من اغلى العسل على مستوى العالم بسبب فوائده وصعوبة استخراجه، حيث يضحوا مواطنين النيبال بحياتهم وبارواحهم ويتسلقوا جبال ومنحدرات كبيرة جدا ويوصل ارتفاعها الى 200 متر، ومن دون ادوات حماية، بحبل بس مصنوع من اغصان الشجر ومن غير لدغات النحل الفتاكة اللي يوصل طولها الى 3 سنتي. وبس وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسى اللايك والاشتراك، نشوفكم في المقطع الجاي. سلام.